تخيلي ابنك اللي كنت بتشيليه على ايدك بقى دلوقتي ممكن يزعقلك او يرد عليكي بطريقة تكسر قلبك، وتحسي لو انتي اتكلمتي هتخسريه ولو سكتي هيتوحش اكتر. المشكلة مش بس ان بقى عصبي، المشكلة انك بقيتي خايفة منه او مش عارفة توصليله. في الحلقة دي مش هقولك نصايح سطحية، هنتكلم بجد وهي بيحصل في بيوت. اول حاجة محتاجة تفهميها ان ده مش تغيير مفاجئ. مفيش شاب بيصحى يوم وبيقرر يكون عدواني، دي نتيجة تراكم. زي مثلا شاب طول عمره لما كان بيتكلم كان بيتقال اسكت انت صغير، لما كان بيغلط كان بيتعاقب بس من غير ما حد يفهمه، لما كان بيتضايق محدش كان بيسأله مالك. كبر بس جواه نفس الطفل، بس الفرق ان بقى عنده صوت وقوة وغضب متراكم. طب ايه السبب يا دكتور؟ اول سبب مشاعر مكبوتة بقالها سنين. في شباب كتير متربيين على فكرة ان الراجل ما بيعيطش، الراجل ما بيشتكيش وبيستحمل. طب بيعمل ايه بالمشاعر؟ بيكتموها لحد ما تطلع في شكل عصبية. زي مثلا بتقول انت بتتعصب ليه كده، هو مش فاهم يشرح فبيزعق اكتر، مش عشان هو قليل ادب بس لانه مش متعلم يقول انا متضايق. تاني سبب صراعي استقلال، هو حاسس انه هو راجل بس بيتعامل كأنه طفل. زي مثلا عايز يخرج يتقاله لا، عايز يقرر يتقاله انت مش فاهم، فيبدأ يحس ان الطريقة الوحيدة ياخد بيها حقه هي يا عند او صوت عالي. تالت سبب ضغط نفسي مش باين، ممكن يكون عنده ضغط دراسة، مقارنة او خوف من الفشل بس محدش شايف ده. زي مثلا الشاب داخل امتحانات قلقان، الام تقوله شد حيلك وخلاص، هو من جواه انا مش قادر فيرد بعصبية. رابع سبب اتعلم يعوم من غير ما يحس. لو البيت فيه صريخ شد وجذب توتر، الطفل بيتعلم ان ده طبيعي. اي اب يزعق واي ام تزعق، اي ولد لما يكبر بيعمل نفس حاجة مش لانه وحش، لانه اتبرمج على كده. في بقى شوية اخطاء ممكن تكبر المشكلة اكتر، زي مثلا انا اكسره عشان يتعدل، ودي اول غلطة. في امهات بتفتكر ان الشدة هتظبطه، زي مثلا تزعقله قدام الناس، تقلل منه وتقوله انت فاشل. النتيجة مش بيتعدل، بيتقفل اكتر او يعاند اكتر. تاني غلطة الدخول في خناقة قوة، مين هيكسب؟ ولا حد، الاتنين هيخسروا. زي مثلا هو بيزعق تزعقي، هو يعاند فتعندي، الموضوع بيتحول لحرب مش تربية. تالت غلطة تجاهل كامل، في امهات بتسكت خالص خوفا منه، زي مثلا لما يشتم او يقل ادبه هي بتسكت، الرسالة اللي بتوصله عادي اعمل اللي انت عايزه. طب ايه الحل يا دكتور؟ اول خطوة افصلي بين هو وتصرفه. ابنك مش وحش، تصرفه هو غلط. بدل ما تقولي انت قليلي ادب قولي الطريقة دي بتوجعني ومش مقبولة. تاني خطوة اختاري وقت الكلام، وقت العصبية يعني دماغ مقفولة، زي مثلا بعد ما يهدى قولي انا مش داخلة اهاجمك بس عايزة افهمك. تالت خطوة اسمعي بجد، مش كل مرة تردي بس اسمعي النهاية. زي مثلا لو قال انت مش فهماني ردي طب فهمني انا سامعاك حتى لو كلامه مش عاجبك. رابع خطوة حطي حدود واضحة جدا، الهدوء مش معناه ضعف، جمل مهمة زي انا بحبك بس مش هقبل الاهانة، لو صوتك عالي هنسحب من الكلام ونكمله بعدين. خامس خطوة اديله احساس بقيمة، في شباب عدواني لانه حاسس انه فاشل، زي مثلا بدل ما تركزي على الغلط قولي انا شايفة انك بتحاول وده مهم. سادس خطوة خلي فيه مساحة بينك وبينه، مش كل حاجة لازم تتراقب، زي مثلا سيبيه ياخد قرار صغير حتى لو غلط يتعلم. فالخلاصة مش كل ابن هادي مرتاح ومش كل ابن عصبي وحش، في شباب كتير شكلهم صعب بس جواهم وجع كبير، حاولي توصلي له مش تكسريه. وبس كده، كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا اشتراك، ولو استفدت منه شاركوه مع أصحابكم. سلام.